بسم الله. كبار السن، ساعات أحب أنا أسميهم كبار المقام كمان، كما أقرت World Health Organization اللي هي منظمة الصحة العالمية إن السن الكبير يبتدي من 65 سنة. قبل كده احنا شباب. بعد السن ده بيبقى فيه مجموعة حاجات عايز أناقشها مع حضراتكم، على رأسها الناس شوية الشهوات المحركة للبني آدم بتهدى عندهم حبتين تلاتة، قصادها ايه اللي بيقوى وبيسوق؟ العقل. فهؤلاء العقلاء ما يصحش ان احنا نضيع فرصة الاستفادة الجمة منهم، من خبراتهم في الحياة وقدرتهم على البصيرة، الاستبصار، رؤية المستقبل ان ادفانس، بدري بدري كده. ليه يقول لك والله يصلك يا ابني لو عملت كذا غالبا هيحصل كذا. بيبقى عندهم قدرة عالية جدا بسبب تراكم الخبرات. اللي منهم يعني كان عايش حياة سوية وقوية، بعض منهم بيقع في مشكلة تصلب الشرايين الطبيعي المخية في المخ. بيحصل تصلب طبيعي مع السن، ده بيؤثر شوية على التحكم في الانفعال بتاعهم في الغضب، بيبقوا يعني حساسين زيادة من الكلام اللي ممكن يلمس المشاعر يعني. كمان بينسوا شوية، مش جامد، إلا من رحم ربي وكان، خدوا بالكم بقى، وكان بيمشي كتير، ما بيشيلش هم قوي، بياكل أكل صحي، بيشرب ميه كتير. اكل الصحي اللي هو الناس اللي بتركز في اكل الاسماك او المأكولات البحريه عموما، والناس اللي بتاكل خضار وفاكهه، والناس اللي بتاكل مكسرات. على راس الاسباب دي قصه روقان البال وراحه البال. حتى ما وضعش انا فرصه لما اقعد مع حد من كبار المقام والقامه يعني والسن الا واقول له ما تعلمنا حاجه يا سيدنا يعني نطلع منك بفايده. في الظاهر اجماع على موضوع حافظ يا ابني على صحتك وربنا يسترها عليك. يعني يسترها ازاي؟ يعني يقول لك يعني عيش على قدك كده وما تشيلش هموم للدنيا. وبتناقش مع حد من هؤلاء الاكابر من فتره، قال لي والله يا ابني المشكله من المشاكل الكبيره اللي اجيالكم واقعه فيها اللي ربنا بيديلهم ما بيشبعوش. ازاي يا استاذنا؟ قال لي يعني بيبقى عندك كل حاجه اللي تقدر تعيش بيها حياه كويسه قوي، فبدل ما بتعيش حياه كويسه بتفضل مركز في ازاي تكبر وتكتر الحاجه. وقعد بقى يكلمني على الاستثمار والاقتصاد، وهو راجل يعني ايه ما شاء الله من اصحاب ال 89 سنه، ربنا يديله الصحه والعافيه يعني. الفترة اللي فاتت من عمر الزمن بسبب التقدم الرائع الطبي في العلوم يعني الطبية المعنية بالصحة العامة إلى آخره يعني، فاللايف سبان عمر البشر زاد شوية. يعني كانوا يقولوا من كام سنة كده متوسط عمر البشر على الأرض 78 سنة وربع، ده متوسط. في ناس بقى ما شاء الله كتير جدا بيخطوا 80 سنة. بس هي الفكرة ازاي الواحد يحضر لأنه يحيا حياة طيبة، يبقى مطمن ومرتاح ومستمتع مستفيد فيها، وحامد ربنا على النعم، يعني عايش جوه النعم ويتفادى الألم. بحكي على الحكاية دي لأن الفترة اللي فاتت كتير من الشباب والشابات كي يقولوا ما تقول له يعني ربنا يديلك طولة العمر، يقول لك لا لا يا عم حلو قوي كده يا سيدي، افرض قعدت طيب يعني ما تعمل الحياة اللي تخليك تعيش حياة بطريقة لطيفة وطيبة ومنطقية. حاجة تانية مع الحساسية اللي بتصيب مشاعر الناس من كبار السن، بالذات اللي منهم بقى ما عندوش بقى هوايات كتير او فقد كتير من صحابه وبقى لوحده او موحود، يعني لابد ان احنا نراعي قوي عدم اعتراضهم وهم بيتكلموا. يعني مش لازم حضرتك تشوف مثلا والدك او والدتك كل يوم لو هتقعد تقاوح وتناكف معاهم، شوفهم مرة كل يومين ثلاثة، اسبوع اسبوعين يا سيدي، بس اقعد معاهم ان شاء الله ساعة اسمعهم، راضيهم. انا بحب اتعلم منهم وبحب افتح مواضيع فعلا الموضوع جينيون حقيقي، يحسوا هم انه لا ده احنا الناس محتاجين لنا، احنا محتاجين لهم على فكره. ناس كبار السن دول اللي ربنا بيجعل فيهم بركه وبيطرح منهم البركه، المفروض نتعلم منهم على قد ما نقدر، نستفيد منهم على قد ما نقدر، نقدرهم على قد ما نقدر. وما شفتش حد فقد عزيز ليه من كبار المقام والقامه والسن الا وقال لك في حته من حياتي بقت ساقعه، ما عادش دفى زي زمان. ربنا يبارك في الكبار ويديكم الصحة. شكرا، سلام عليكم.